تخيل أن مليار دولار واحد فقط يمكن أن يغير موازين القوة في إفريقيا، وأن هذا المبلغ خرج من خزينة الجزائر لا بدافع الكرام، بل ضمن خطة استراتيجية تهدف لإعادة تموضع الجزائر كقوة إقليمية مؤثرة في عالم السياسة. لا أحد يمنح المال حباً، فكل دعم وراءه هدف، وكل خطوة تحسب بدقة. في قمة إفريقيا لعام 2025 أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لدعم الدول الإفريقية في مشاريع تنموية، طرق، مستشفيات، مدارس، طاقة واتصالات. خطوة بدت تنموية وإنسانية، لكنها في العمق تحرك سياسي محسوب لإعادة ترسيخ الجزائر كقوة لا يمكن تجاوزها في القارة السمراء. منذ بداية الألفية قدمت الجزائر ما بين 2.3 و3 مليارات دولار في شكل منح وقروض، إضافة إلى دعم مباشر لتونس وفلسطين. ورغم ذلك ما زالت تحتفظ باقتصاد قوي واحتياطي صرف يفوق 85 مليار دولار، أي أن مليار إفريقيا لا يمثل سوى 1% من احتياطاتها، لكنه يمنحها نفوذا سياسيا واسعا. بعض المنتقدين يرون أن الجزائر تبذر أموالها، لكن الحقيقة أن الجزائر لا توزع المال بل تزرع النفوذ. إفريقيا اليوم ليست قارة فقيرة فقط، بل قارة المستقبل بما تحتويه من ثروات طبيعية وسوق بشرية تفوق 1.4 مليار نسمة، ومن يثبت وجوده فيها اليوم سيحصد الثمار غدا. القوى الكبرى فهمت ذلك جيدا. فرنسا تحاول الحفاظ على نفوذها، تركيا تبحث عن أسواق جديدة، الإمارات تركز على الموانئ، والمغرب يسعى وراء مكاسب سياسية، حتى إسرائيل تسعى لاختراق القارة. وسط هذا التزاحم تتحرك الجزائر بهدوء وثقة عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي التي تشرف على تنفيذ مشاريع حقيقية على الأرض لضمان أن المال يستثمر في التنمية لا في الفساد. هذه الخطوة ليست مجرد مساعدة، بل رسالة قوية إلى الجميع، إلى إسرائيل أن الجزائر لن تسمح بتمددها في إفريقيا، إلى المغرب أن أي محاولة لإخراج الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي ستفشل، وإلى القوى العالمية أن الجزائر عادت إلى إفريقيا كقوة مستقلة تقود لا تتبع. الجزائر اليوم تنفذ مشاريع داخلية تتجاوز 50 مليار دولار، ما يثبت أنها قادرة على التحرك خارجيا دون أن تمس مصالحها الداخلية. فالقوة الخارجية لا تأتي من المال فقط، بل من الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار. صحيح أن هناك مخاطر، فساد في بعض الدول الإفريقية، صراعات النفوذ، أو حتى احتمال إهمال الداخل، لكن الجزائر تعرف أن النفوذ لا يمنح بل ينتزع، وأن من يزرع اليوم سيحصد غدا. الجزائر لم تبدد مليارا، بل استثمرته في موقعها الإقليمي. لم تتصدق، بل وضعت حجرا جديدا في بناء قوتها الناعمة. فالسياسة ليست عملا خيريا، بل لعبة مصالح، ومن يملك المال والعلاقات يملك القرار. لكن يبقى السؤال مفتوح: هل سيعود هذا المليار على الجزائر بالنفوذ الذي تريده؟ الزمن وحده سيجيب، لكن المؤكد أن الجزائر اليوم لا تنتظر دورها، بل تكتب دورها بنفسها في إفريقيا الجديدة.